السلام عليكم اخواتاتي، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا كاع بخير وعلى خير. انا الحمد لله يا ربي. غبت عليكم شويه بصح معليش راني وليت لكم فيديو جديد ووصفه جديده كما راكم تشوفوا. وصفه نديروها بزاف في الربيع وكاع الاطفال يبغوها بزاف وحتى الكبار، هي المبرجه ولا البراج ولا كل واحد كيفاش يسميها. بالنسبه للمقادير كما راكم تشوفوا عندي هنايا المعجون التمر كما راكم تشوفوا، كان شويه قاصح خرجته من الفريجيدير كان عندي في المده. انا دخلته في الميكرووند طرالي شويه وزدت عجنته بمغرف ولا زوج مغارف بليطو تاع مازهر ومغرف تاع الزيت، تبغوا زيت الزيتون ولا تبغوا الزبده، ودرت له القرفه، تبغوا تزيدوا القرنفل. والكميه انا هنا بخيسك واحد 200 غرام فايته، وانتم ديروا على حساب الكميه اللي تبغوها وتضاعفوا، يعني تبغوها غليظه وتبغوها رقيقه في الوسط، انتم واش تبغوا. انا هذه الكميه 200 وكالك هكا عندي. كما قلت لكم هي الاولى اللي تبدو بها، عجنوها وكملوا باش من بعد كي ديروا العجينه نتاعكم تاع السميد ما تنشف لكمش. بون ما وريت لكمش كيفاش درتها باش نربح الوقت. قلت لكم درت زوج مغارف تاع مازهر، مغرف تاع الزيت عادي انا درت، نتوما تقدروا ديروا زيت زيتون ولا زبده كما قلت لكم. درت القرفه على حسب الرغبه، انا درت نص مغرف صغيره وعجنتها كما راكم تشوفوا، طريتها مليح 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 ونخليها دو كوتي ونروح للعجينه نتاعي. عندي هنا عبر تاع الزيت وزبده، الزبده ما دوبتهاش كما راكم تشوفوا، ولا مارغرين، هذه ماشي زبده صراحه، ما دوبتهاش كما راكم تشوفوا، خليتها كما راهي. تعطيني واحد البنه شابه خير ملي تذوبوها، اللوغو تاعها كاع يروح. نصها درته زيت ونصها زبده، يعني مارغرين، زوج مغارف كبار تاع مارغرين هذا مكان. وهنا راني دايه كما راكم تشوفوا 3 كيسان كيما هاك تاع سميد متوسط، سميد المتوسط يعني ماشي خشين كامل وماشي رقيق، سميد متوسط 3 كيسان كيما راكم تشوفوا. ديت هنا مغرف كبيره ونص مملوءه مليح، مغرف كبيره ونص نتاع الفارينه، ديت هنا مغرف صغيره نتاع السكر مملوءه مليح، وهنا نص مغرف نتاع الملح تنجموا تنقصوا تنجموا ديروا مغرف صغيره تبريسانكم. انا درت نص مغرف صغيره. نفرغ هادو لي دامع تاوعي على هذاك السميد نتاعي والفرينه ونبسسهم مليح، حتى الفرينه لازم نبسوها معاه هنايا باش تدخل مليح مليح في السميد نتاعنا وتتشرب هذيك الزبده. نبدا نبسس فيها مليح حتى نحسها تبسس كامل عادي بيدي هكا، وندخل هذيك الفرينه معاه. المارغرين كي تخلوها هكا طراف تخلوها بدرجه حراره الغرفه تجي خير، تجي بنينه اكثر. نبسو مليح مليح كما راكم تشوفوا، بسستها مليح، حاولت ندخل مليح مليح هذاك ندخل مليح مليح هذاك الزيت نتاعي والزبده بالسميد. تشوفوا قاعد تجانس لي كما راكم تشوفوا. هنا نجيب كاس اللي عبرت به كاع المقادير، قلت لكم درت 3، تلقوا المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. درت 3 نتاع سميد، درت مغرف ونص نتاع الفرينه، درت رشه الملح صحه نص مغرف صغيره تاع الملح ومغرف تاع السكر، ودرت عبر تاع ليدام اللي هما الزيت ومارغرين. تنجموا ديروا مارغرين والسمن، تنجموا ديروا المارغرين وحده كما تنجموا ديروا السمن وحده. هنا عبرته نتاع الماء كما تنجموا ديروا هنايا ربع تاع مازهر اللي محبي الذوق تاع المازهر، انا فضلت ندير غير الماء. فرغوه يعني ضربه واحده ما تخافوش منه كما راكم تشوفوا، وغير بصبعيكم غير بهادو، يعني ما تعجنوهمش، غير بصبعيكم بدو تخلطوا كيما هاك والسميد يشرب كيما نعرفوا. ما تخافوش منها، العجينه غادي قاع تنشف لكم، غادي تبقى طريه دروك مع الخدمه راح تطلق روحها ان شاء الله كما راكم تشوفوا، بلا ما نعجنوها بلا والو. تحصلوا عليها شويه طريه ما تهيبوهاش كما قلت لكم، هي راح تنشف. خلوها كيما هكا تتشرب غير شويه، تشد روحها غير شويه، ما خلوهاش بزاف حتى تنشف كاع غير تشد روحها شويه تتشرب هذاك الماء غير شويه، ونبدو تقعد لنا طريه ونبدو نخدموها. خلوها يا ربي 3 مينوت ولا ونبدو نخدموها. ثم ايضا البنات كما راكم تشوفوا كي تلقوا تخلوه ينشف شويه واحد ميم با 3 مينوت كما قلت لكم غادي ينشف معكم. هذه عجينه الطور ثاني لا تكون طريه شويه، ما تكونش قاصحه ما تكون، لازم تكون طريه باش تتعجن معكم مليح وما تخسر لكمش، يعني ما تبقاش هي في الوسط ما تمشيش والعجينه تبقى تمشي. نوخروها هكا نحلوها غير شويه كما راكم تشوفوا هكا، ونجيبوا العجينه نتاعنا. شوفوا بدات ديجا تشرب،
لازم نخلوها هكا طريه، ما نخلوهاش حتى تشرب كاع، باسكو هي قد ما قعدت قد ما تشرب. نقسموها على 2، يعني ساهلين بزاف البراج، ساهلين وبنان. ما فيهمش خدمه كبيره. كيما راكم تشوفوا نحلوا العجينه الاولى نتاعنا، لازم نحلوهم كاع يكون سمك متساوي، الاحسن هكا شكل مستطيل باش من بعدا ما نخسروش بزاف هذوك الاطراف، ما نقيسوهمش. كيما راكم تشوفوا نديروا فوقها التمر نتاعنا، ونجيبوا العجينه الاخرى تاني ونحلوها هكا من الفوق غير بشويه، نغطوا كاع هذاك التمر، من لي كوتي تاني اسيو كيما هكا نغطوه كيما راكم تشوفوا هكا، ونخلوها شكل مستطيل كيما قلت لكم، ولازم كاع تكون نفس السمك. مازال نزيدو نحلوها، نسيو نغطوها مليح. انا كترت شويه، راح نقلع شويه حشو باسكو كترت. نتوما عينكم ميزانكم تاع الحشو كيما قلت لكم، كاين اللي يبغي الحشو بزاف، كاين اللي ما يبغيش خشين، وكل واحد واللوغو نتاعه كيما راكم تشوفوا. ونسيو هكا نحلوها شويه، لازم تكون كامله نفس السمك. خواتاتي كيما راكم تشوفوا حليتهم بسمك يكون متساوي، لازم كاع يكون كيف كيف، واحد 1 سنتيمتر ولا فايته، يعني 1 سنتيمتر ونصف هكا، ولا اقل ميم با من 1 سنتيمتر ونصف، ليسونسيال 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر ونصف، يعني ما تغلظوهاش بزاف، المراج ما يبغوش يجوا خشان بزاف. كي نحلها كيما هكا ونكمل نجيب السميد نبودريها كاع من الفوق ونرشها بهذاك السميد نتاعي كيما راكم تشوفوا، كميه مليحه تاع السميد كيما راكم تشوفوا، ونمشيها هكا، يعني كميه مليحه ديروها من الفوق. ونبدا ندير هاد الاشكال. انا غادي نديرهم معينات، هما معروفين بزاف بالشكل تاع المعين، وانتم الشكل اللي بغيتوه. تبغوا ما تجي تطبعوا بالطوابع تاني تطبعوا بالطوابع عادي. نديرهم بهذا الشكل. غادي تجيني هنايا اشكال كيما هكا مثلثه، واشكال تاع معين. ليسونسيال ما نرمو والو، ما نرموش العجين تاعنا، هذا هو الصح. يبقاولناش هذوك الزوائد، واحد الضياعه ماشي مليحه. كيما راكم تشوفوا، وهنا تاني بنفس الطريقه. وهنا تاني نقسمها على 2 وصاي. وهنا بعد ما قطعناهم كاع خواتاتي نبداو نقلعوا بالحبه هكا، سيو نقلبوها على الجهه اللي ماهيش هنا غير بشويه عليكم كيما راكم تشوفوا. سيو نسقموا الحبه نتاعنا ونقلبوها هكا ونسقموها، ونزيدو نبودروها تاني منا بالسميد. بريفيرونس تخلوا شويه سميد من هذاك اللي بسستوه، بصح معليش هكا تاني تجيكم شابه. كما راكم تشوفوا نزيدو نغبروها مليح بالسميد من الفوق. الطاجين تاعكم راه يسخن راه يحمى، انا ما عنديش، عندي مقله ثقيله دايرتها عود الطاجين تاني طيب لي مليح هاد الصوالح. هنا هادي معليش ماشي مشكل، نعاود نبلاصيها وكيف كيف نسقمها ونعاود نبودريها ولا نغبرها من الفوق بالسميد. كما كاع بهذه الطريقه، ولو طون لي يحمى الطاجين ولا المقله نتاعكم لازم تكون خشينه. تنجموا تدخلوها في الفرن كيما راهي على نار متوسطه، تحطوها في البلان تاعكم على نار متوسطه، تدي يعني ما يبغيش طياب بزاف هو باش ما يقسحش، غير تدي شويه لون دوغي من تحت تشعلوا لها من الفوق. ميم في الطاجين ما طيبوهاش بزاف، دوك تشوفوا غير شويه، غير قد ما تدينا كولور صاي. هنا باش ما تبقاش تفتت معكم لازم تاكدوا راكم كيما نقولوا قاسمينها مليح. انا هنا شويه مانيش قاسمتها مليح، تاكدوا بلي راكم قاسمينها مليح باش الحبه ما تلصقش في اختها تفتت لكم كيما راكم تشوفوا. نكمل كاع كيما شفتوا معايا، نقلب الحبه نتاعي بهذه الطريقه ونزيد نغبرها بالسميد ونبداو نطيبو. يعني كيما شفتوا حاجه سهله مهله. خواتاتي بعد ما بردت شويه المقله نتاع بعد ما بردت بعد ما سخنت العكس،
بعد ما سخنت شويه المقله نتاعي كما راكم تشوفوا، نقصت النار، لازم ما يطيبوش على النار عاليه، تكون النار شويه يعني متوسطه رايحه للدافيه. ونبدا نحط في الحبات نتاعي، ما يدوش بزاف طياب، يعني لو طون لي يحمروا شويه من الاسفل نقلبوهم باسكو لا كوش نتاعهم شوفوا كي رقيقه منا ومنا، يعني راهم ما فيهمش كوش خشينه يعني بزاف. نحط الحبات نتاعي كما راكم تشوفوا لكم على نار بين متوسطه ودافيه شويه، يعني بين متوسطه وقليله باش ما يحرقوناش بسرعه، باش يطيبوا ومن طون ما ينحرقوش كما راكم تشوفوا. النار شويه بين المتوسطه والقليله، ونخليهم قد ما يدوا لون من الاسفل نقلبوهم ونفس الشيء كما راكم تشوفوا. ما داتليش وقت بزاف وحمارت لي من جهه، نسي نقلبها غير بشويه بلا ما نهرسها. نسيت ما قلت لكمش علاش غبرناها بالسميد، باش تدينا لون يعني شباب. شوفوا اللون يكون بخيس كاع كيف ما تجيش محروقه من جهه، ويعطيها واحد اللون موحد كيما نقولوا، تجي عندها لون شباب. هذاك السميد اللي نديروه من الفوق وتجي حرشه، لا كان فيها بزاف نغبروها من بعدا، يعني نمسحوها من هذاك السميد. ما كطش عليكم الهضره ليسونسيال خواتاتي كما شفتوا معايا. قد ما دات هذا اللون نقلبها من الجهه السفليه كامل من هذه الحبه، يعني مادام ما غاديش تحتاج لكم وقت كبير باش تطيب من الاسفل ومن الجهتين، باسكو العجين ماراش خشين وانا قاسمينه بالتمر كما راكم تشوفوا خواتاتي. بعد ما طابت لي تاني من الاسفل ما تديش وقت كبير، نعاودوا نوقفوها هكا غير شويه على الجوانب الاربعه. والمقله نتاعنا كما راكم تشوفوا بعد كل ما طيبوا شويه مجموعه كيما هكا تاع كل ما طيبوا شويه تاع الحبات تمسحوها مليح، تنفضوها مليح بسربيته ولا بابي سويتو بابي ابسوربون، تمسحوها كاع من هذا السميد اللي يتبقى فيها بزاف. ما يبغوش يغبروها بالسميد على خاطر هذا اللي يبقى في الطاجين ولا مقله ولا ماشي مشكل. مور كل ما طيبوا مجموعه كيما هكا تمسحوها مليح باش ما تديلكمش الدخان في المنزل. وهذه يا خواتاتي نبقاو ندوروا فيها كاع من الجهات شويه 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 حتى نكملوا كامل الحبات بنفس الطريقه، ونتلاقوا ان شاء الله في صحن التقديم تشوفوا النتيجه النهائيه. وانا خواتاتي بعد ما طيبتهم وكملت كما راكم تشوفوا ليسونسيال طيبوهم من الاسفل كي يحمروا من الاسفل ما يدوش معكم وقت بزاف باسكو العجينه ما كما راكم تشوفوا قسمناها على 2. كي يحمروا من الاسفل زيدوا قلبوهم على الجهه الثانيه وبدوا ديروا لهم كيما هكا يعني على الاطراف. ما تخافوش من الحراره، لازم بنادم هذه المبتدئات اكيد لازم بنادم يحاول، يعني ما راحش تحرككم غير حرزوا رواحكم وصاي حتى يعني شويه طيب من هادو جوايه. كي نخرجوهم خواتاتي نفضوهم من هذاك السميد الزايد، شوفوا لا كولور من هذاك السميد الزايد حبيباتي كما راكم تشوفوا كاع نفضوهم من السميد اللي يكون من الفوق. هذا السميد يخليها تدي لون شباب، يخليها تدي لون موحد وشباب. شوفوا السميد هذا كاع يطيح هنا. وهادو هما البراجن تاعنا ولا المبرجه نتاعنا حبيباتي، اسهل منها ما كاش. تبعوا برك الخطوات وان شاء الله راح تفرحوا بها. شوفوا كي تجي يعني تتفتت وحدها، شوفوا هذه عاد بردت لي عاده غير بارده. شوفوا كي تجي يعني رائعه شنو نقول لكم، والذوق يعني ما عندي ما نقول فيه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها باذن الله. ما بقى لي دركم غير نقول لكم الله يحفظ بلادنا من كل شر ان شاء الله، والله يحفظكم كاملين وربي يخليكم ليا ان شاء الله. الى فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.